ما هو رأي وموقف الدكتور سعدي العثماني في التطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية؟ لا، احنا تقليديا احنا ضد التطبيع. سيني انا كتبت على هذه منذ 25 سنة. انا كتبت تطبيع احنا على اسمه، ولكن كثير من الامور التي انت ضدها ولا تريدها قد تأتي ظروف وسياقات التي تفرضها. على كل حال في المغرب التطبيع هذا قرار دولة، والتقدير هذا التقدير ديال الدولة كما في جميع القرارات السياسية. يمكن الواحد يقول هذا التقدير خاطئ، غير منطقي، غير معقول، يكون قاعد ضده. الحمد لله المغرب فتح المجال، وهذا من بين المعجزة ديال المغرب. دابا المغرب الآن هو البلد تقريبا ماشي العربي فيه مظاهرات يومية، الإسلامي الوحيد اللي المظاهرات فيه مستمرة لم تتوقف 7 نهائيا. أكتوبر إلى الآن أسبوعيا عشرات المظاهرات أو الوقفات أو الفعاليات أو المحاضرات أو الآخرين. لكن هناك أيضا بعض الاعتقالات والمحاكمات لأشخاص يناهضون التطبيع. صحيح هناك بعض ولكن هذا قليل بالمقارنة مع الزخم ديال المظاهرات، الزخم الكبير